صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض السينابون رولز أو لفائف القرفة أو السينابون، وده الاسم المتعارف بيه. وكمان هنعمله بالطريقة الأوروبية وزي محلة السينابون الأصلي بالظبط، وكمان بمكونات كلها في البيت. أنا متأكدة إن كل المكونات دي هتكون عندكم. بس قبل ما ندخل في الطريقة، لو عجبتكم وصفاتي ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. معايا بولة هحط فيها مج من اللبن الدافي وأقل من الدافي سنة. معايا 3 معالق صغيرة من الخميرة الفورية، ومعايا 3 معالق كبار من السكر ورشة ملح، ومعايا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ودي أهم حاجة إنها تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ما تبوظليش الخميرة. ومعايا كمان من كيس لكيسين فانيليا. هقلب كل دوت بالويسك كويس جدا لحد ما يمتزج معايا، وكمان هحط معلقة كبيرة من الزبدة السايحة، وديت نسيت أصورها أنا آسفة. وهنا هنزل بالدقيق، هحط من مج ونص المجين على حسب نوع الدقيق بتاعي. انا اخد معايا بالظبط مجين. هفضل اعجن لحد ما العجينه تتلم معايا، وكمان هعجنها لمده 3 دقايق بالظبط. مهم تكون العجينه فيها تلزيق شويه ولكن ناعمه. هغطي العجينه واحطها في فرن دافي لمده نص ساعه لحد ما حجمها يتضاعف. دلوقتي الحشوه بتاعه السينابون 3 معالق كبار من السكر الحبيبات، وكمان 3 معالق كبار من القرفه، و3 معالق كبار من الزبده السايحه. هقلب ده كله كويس مع بعض، ولكن الزبدة هندهنها طبعا لوحدها. دلوقتي السطح بتاعي لازم ارش عليه كويس دقيق، حتى النشابة عليها دقيق، حتى العجينة كمان من فوق يكون عليها دقيق كويس جدا علشان ما تلزقش مننا. دلوقتي هفرد العجينة كويس جدا بالنشابة او بايدي زي ما انا احب يعني، ولكن لازم يكون كلها يعني تكون كلها متساوية على قدر الامكان، والسمك بتاعها يكون 1 سنتي بالظبط. طبعا هنا انا بحاول افردها على قدر الامكان، يعني على قدر الامكان تكون متساوية علشان مفيش حتة تطلع صغيرة، يعني سينابونية تطلع صغيرة وواحدة تانية تطلع كبيرة، فاهمني؟ دلوقتي انا حطيت الزبدة يستحسن تكون بدرجة حرارة الغرفة طبعا، ما تكونش سايحة خالص. هي كده كانت عندي بدرجة حرارة الغرفة. دلوقتي هحط كل القرفة وكل السكر علشان بيبقى طعمها مميز جدا لما بتحطي قرفة وسكر كتير. دلوقتي هحاول اقفلها، هي بسهولة جدا هتتقفل. يعني انا بحاول الفها كده من اولها لاخرها من اولها لاخرها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، زي ما انتوا شايفين بشكل اسطواني متساوي. انا دلوقتي جبت خيط لان دي الحاجه الوحيده اللي هتقطعها بشكل متساوي ومش هتبوظ مني وانا بقطعها. بدات اقسمها من النص واقسمها كمان من الناحيه التانية نصين، ومن الناحيه التانية دي كمان نصين بالشكل دوت. شايفين بتتقطع بسهوله ازاي؟ بكل سهوله. انا اكني بربط كده وباجي ساحبه الخيط على طول، بكل سهوله بتتقطع معايا وبشكلها بيبقى شكلها حلو جدا جدا. بعد ما قطعتهم بالشكل دوت هرصهم في صينية مدهونة زبدة وهسيبها نص ساعة في فرن دافي، وطبعا هكون مغطيهم كويس. في الفترة ديت هعمل التوبينج بتاعها. هي 3 معالق كبار من الجبنة الكريمي بدون ملح، وكمان 3 معالق كبار من السكر البودر وشوية لبن، وكمان هحط عليهم معلقة كبيرة من الزبدة السايحة. ده شكلهم بعد النص ساعة بالظبط. دلوقتي هدهنهم من الوش كده زبدة سايحة علشان بتديهم طعم حلو جدا جدا، وكمان هحطهم في فرن في الرف الأوسط ودرجة الحرارة من 20 ل25 دقيقة. ده شكله يا جماعة بعد ما طلعته وحطيت عليه التوبينج يتحط عليه بعد ما يطلع بشوية مش على طول علشان ما يسيحش قوي يعني. شايفين شكله خطير وطعمه أخطر. العجينة بتاعته بجد قطنية جدا وهشة جدا جدا زي السينابون الأصلي بالظبط. أنا هنا زينت السينابون بتاعي بنوتيلا وكمان بصوص فراولة، انتوا ممكن تزينوه بأي حاجة تحبوها
ممكن تزينوه كمان بالكراميل، وممكن ما تزينوهوش خالص برضه بيبقى طعمه حلو جدا. ولازم يا جماعة تاكلوا وهو سخن علشان بجد بيبقى طعمه رهيب وبيقلب ريحة البيت كلها. هستنى تعليقاتكم على الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.